بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وصحة دايما ان شاء الله. جبت شوية رفايع النهاردة او شوية حاجات يعني كده. وقلت اعرضها لكم طبعا بعد الاسعار الجديدة. انا نزلت والله كان معايا مبلغ وقلت ده انا هجيب شوية رفايع كتار قوي. واتصدمت لما جبت شوية الحاجات دول، وانت هتشوفوا الاسعار دلوقتي ايه وانا بقول لكم عليها. انا جبت اول حاجه جبت اللي هما الايه 3 مصافي دول. ده طقم على بعضه. انا جبته. اختبرته على المغناطيس يا جماعه، لما تجيبوا الحاجه دي اختبروها على المغناطيس. فلقيته الحمد لله كويس، وجيت كمان برضو بعد ما جبته من هناك من المحل جيت برضو في البيت برضو اختبرته فلقيته حلو. هو 3 مقاسات يعني، ده المقاس اللي هو 26 اكبر مقاس، لا 28، وبعد كده 26، وبعد كده 22. حلو قوي يا جماعه، انا عن تجربه يعني انا مجرباه عندي في البيت. حلو جدا وعملي، والله كنت رحت من حوالي شهر كده او شهر ونص ان انا اجيبه. فما قضيتش معايا الفلوس، كنت بسأل عليه، سألت عليه بكام يا جماعه، قالوا لي ده ب 250 جنيه. للاسف ما جبتوش بقى، فجيت نزلت، لما نزلت ولقيته فحبيت اجيبه، لقيته ب 350 جنيه. يعني زاد زي ما انتم شايفين الاسعار اللي هي ايه بعد الاسعار الجديده دي، فهو بقى ب 350 جنيه. حلو قوي يا جماعه وعملي في البيت ويعني عجبني فجبته. وبرضو زي ما بقول لكم اختبروا الحاجه على المغناطيس، لان في حاجات في منه اللي هو مش مستورد وكده ممكن يصدي معاكي، فاختبريه دايما قبل ما تجيبي. دايما قبل ما تجيبوا الحاجه اللي هي الاستانلس اختبروها يا جماعه. دي تاني حاجة ايه اللي انا جبتها دي، اللي هي دي المصفى دي حلوة قوي، بس الكاميرا مبيناها صغننة. بس هي في الحقيقة يعني كبيرة، ممكن تاخد نص كيلو رز او تاخد يعني اي حاجة انت بتغسليها. حلوة قوي. وكمان اليد بتاعها سيليكون حلوة قوي، كانت عجباني. انا كنت جايبة واحدة قبل كده صغننة للشاي، فكنت يعني نفسي الاقي منها طقم ان انا اجيبه للشاي كده صغنن، اللي هو دي اللي هو سيليكون وكده، فللاسف ما لقيتش غير واحدة برضو صغنونة. ودي لقيتها كبيرة وحلوة وعجبتني، وعلى فكرة خامتها حلوة قوي، وجبتها ب75 جنيه. ده برضو ايه، دي شيالة، او كمان ممكن على فكرة في حرفها كده. في الحرف بتاعها مشرشر، ممكن تقطعي بيها اي حاجة كمان، وفي نفس الوقت ممكن تشيلي بس عشان الاصوات بتعدي يعني عندي على الشارع، فالصوت بيبقى جاي مع في الفيديو يعني، فبقطع معلش انا اسفة. زي ما بقول لكم دي كده برضو الماركه بتاعتها حلوه قوي يا جماعه، هاتوا منها. لان هي ماركتها حلوه، انا مجرباها في حاجات كتيره فجبت منها. ده الشياله دي كانت ب90 جنيه. دي معلقه سيليكون. جبتها يا جماعة ب55 جنيه. طبعا أنا جايبة طقم السيليكون وكده، بس لازم بيبقى في حاجات اللي هي الفرد دي أو بالواحدة كده، فجبتها. دي كانت ب55 جنيه طبعا، عشان طقم التيفال أو طقم الجرانيت ما يتبهدلش منا. او من العروسه نفسها، فانت لازم ايه بتجيبيه يعني. دي برضو دي مقشرة بطاطس. مقشرة البطاطس دي برضو يا جماعة الخامة بتاعتها زي ما بوريها لكم كده، لو لقيتوا منها هاتوا منها، لان هي حاجتها حلوة قوي. انا كنت جايبه لها برضو اللي هي رس التوم منها، وكنت جايبه لها برضو عصرة الليمون منها برضو، فهي الماركة دي حلوة وخامتها جامدة قوي. فلو لقيتي منها هاتوا منها يعني، لانها بتبقى حلوة قوي. ده انا كنت جايباه ب110. المقشرة دي بقى المبشرة دي يا جماعة ايه، انا جبتها وبعد ما جبتها شفت سعرها، فانا قلت ايه يعني، اتخضيت من سعرها يعني. وجيت قلت ممكن عشان سعرها عالي كده ان هي ممكن تكون استانلس، فجبت المغناطيس واختبرته عليها. فلقيت المغناطيس لزق فيها يعني، فمش هي مش استانلس، بس لقيتها بايه، ب150 جنيه. هي القاعدة بتاعتها سيليكون وكده، بس مش عارفة يعني، معرفش. انا بروح عنده، مشكلته ان هو بيبقى ما عندوش، مش بيكتب الاسعار، فانا بلم حاجتي كلها سواء بقى حاجات رفايع او لو حاجات كوبايات اي حاجه، واطلع احاسب على الكاشير، فانا لقيتها في الفاتوره ب150 جنيه. فمش عارفه بقى تبقى حلوه ولا. انا قلت ممكن يعني من ان هي غاليه كده ان هي ممكن تكون استلس، فللاسف ما لقيتهاش. يعني مش استلس يعني، مش عارفه. لقيت السعر بتاعها زي ما بقول لكم كده ب150 جنيه. يلا الحمد لله على كل حال. دي يا جماعه كانت ايه طبعا دي بقى زي ما بقول لكم كده كانت الرفايع اللي انا جبتها النهارده، او زي ما بقول لكم انا خدت والله يا جماعه مبلغ، وقلت ممكن انزل اجيب شويه رفايع حلوين قوي. فما اتصدمت من الاسعار، فجبت شويه الحاجات اللي انتم شايفينهم دول يا جماعه، دول دي طبعا الطقم ده ب 350 جنيه، وشويه الرفايع دول لو انتوا حسبتهم هتبقى ب 480 جنيه في الفاتوره.
فالحمد لله على كل حال. الاسعار يا جماعه ايه كل ما بنروح في الزياده. فانا بنصحكم يعني لو اي حد نزل ولقي اي حاجه قدامه، لو انت يا ام بتجهزي ومعاكي الفلوس وفعلا نازله تشتري، فما تتردديش حتى لو لقيتي الحاجه ايه سعرها انت مستغلياها وكده، لا هاتيها هاتيها، لان الاسعار كل ما بتروح في الزياده. فيعني انا لما سكت على الطقم ده، طقم المصافي، فجبته زي ما انتوا بشوفكم كده بالاسعار، كنت اجيبه ب 250 جبته 350. دي كانت الاسعار اللي انا قلت لكم عليها النهارده، ودي كانت شويه الحاجات اللي انا ايه اشتريتها. فالحمد لله ربنا ان شاء الله يشيل عنا الغلاء باذن الله، اللهم امين يا رب. يعني اي ام بتجهز او اي حاجه او اي سنت او اي ست بيت حتى بتجيب لنفسها حاجه، لو نزلتي ولقيتي الاسعار يعني الاسعار او انت استغربتي، لا هاتي في وقته، هاتي الحاجه في وقتها، لان كل ما بتاخري الحاجه ايه بتبقى فيه زياده. المستعانه على كل حال، يعني الاسعار اوفر قوي كمان الشهر ده. فالحمد لله. طبعا انا مضطريه لان انا بنتي برضو يا جماعه على وش جواز، فمش هينفع ان انا ايه ان انا ما اجيبش يعني الحاجه. انا على قد ما بقدر بخفف، لان الرفاهيه دي هتلم معايا مبلغ وقدره بعد كده. فانا طول ما بيبقى معايا فلوس والحمد لله بيبقى ربنا مقدرني، فبنزل اجيب. فبرضو بقول لكم يعني ما تحملوش برضو على نفسكم ان انتوا تجيبوا كده، لا. انا بجيب عشان انا مضطريه، لان انا بنتي فعلا على وش جواز وكده، فبجيب. كل ما بنزل بلاقي حاجه بروح جايباها، كل ما بنزل بلاقي حاجه بروح جايباها. لان الاسعار الحمد لله يعني. ده كان الفيديو يا جماعة بتاع النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يا جماعة ما تنسوش يا جماعة تعملوا لي لايك للفيديو وشير وكومنت. بحب ارد على اسئلتكم، وبحب ارد واتجاوب معاكم على القناة يعني التفاعل قل عليها قوي. فيا ريت ما تنسونيش يا جماعة في اللايك والشير والكومنت، وتفعلوا يا جماعة سر الجرس عشان يوصل لكم كل حاجة انا بقدمها. وربنا يا رب المستعان على كل حاجة، ومع الف سلامة.